ب2 مليار و500 ألف جنيه أخد اللقب من ملك بريطانيا علشان يتجوز. بس مين العروسة اللي فازت بزفاف القرن؟ وليه العالم كله مقلوب عشان فرحتهم؟ وإزاي غلبوا نجيب ساويرس؟ زفاف القرن هو ده كان لقب جواز الملك تشارلز ملك بريطانيا دلوقتي مع الأميرة ديانا زمان. بس اللي حصل الأيام اللي فاتت عكس الآية تماما، خصوصا بعد الفيديوهات اللي انتشرت على الإنترنت الأيام اللي فاتت وخلت العالم كله بيسأل مين العروسين. واللي حصل إن الناس اتفاجئت بفرح اتعمل على مدار أسبوع كامل في العاصمة الفرنسية باريس، ظهر فيها العروسين بأغلى وأشهر الأماكن في باريس. بس أصل الحكاية بدأت من أمريكا لما العروسة عملت حفل توديع عزوبية عزمت فيه أصحابها لمدة 4 ليالي في منتجع 5 نجوم، وكل يوم طالعين بحدوتة شكل يعيشوا تفاصيلها. تنتهي بقى الحكاية على كده؟ أبدا، تاخد أصحابها وعيلتها ويطلعوا بالطيارات على فرنسا عشان يقضوا هناك أسبوع ولا في الأحلام، لدرجة إنها خلت الأماكن التاريخية هناك تحت أمرها. وبدأت المراسم بحفل في متجر شانيل علشان يقدموا هدايا خاصة للعروسين من أغلى إصدارات الماركة الفرنسية الشهيرة. ومن بعدها خدت المعازيم في جولة خاصة بقصر فرساي الملكي عشان تعمل لهم عشاء على ضوء الشموع. ده غير طبعا الإقامة في فنادق غالية جدا، سعر الليلة الواحدة فيها بيبدأ من 2400 لغاية 14,200 ألف دولار حسب النوع والحجم طبعا. وطبعا ما ينفعش يبقوا في فرنسا وما يزوروش برج ايفل وتعمل عشاء مخصوص تحت قوس النصر، وده من أهم رموز فرنسا. دي كمان جابت فرقة غنائية من أشهر الفرق في الغرب عشان تغني لهم مخصوص. وعشان تضمن كل حاجة تكون ماشية مظبوط عملت عشاء تجريبي لضيوفها في حفلة مغلقة بدار الأوبرا اللي زينتها من بره ومن جوه بالورود، لدرجة إن التكلفة عدت 300 ألف دولار. والعمال خدوا أسبوع كامل عشان يزينوا الأوبرا بالورود، وده طبعا غير حفلات غدا وعشاء في أضخم مطاعم وفنادق أوروبا. وفي كل خطوة العروسة معاها سواقها الخاص وفريق كامل للشعر والمكياج، وكمان مصممين الأزياء ومصورين محترفين عشان يتأكدوا إن كل صورة هتطلع مثالية. طبعا العالم كله عاوز يعرف مين دول، بس المفاجأة بقى إن العريس لسه هويته مجهولة، إنما العروسة اسمها مادلين بوروكواي وهي سيدة أعمال من أمريكا، وأبوها يبقى رئيس مجلس إدارة شركة بيل أوسيري موتورز، ودي من أهم وكلاء مرسيدس في أمريكا. ويمكن ده السر ورا المبلغ الخيالي اللي اتصرف على الفرح ده. وطبعا فرح ضخم زي ده يفكرك بفرح نجل نجيب ساويرس اللي اتعمل عند سفح الأهرامات، وكان حديث مصر كلها في الوقت ده، وخصوصا ان واحد زي رجل الاعمال نجيب ساويرس علاقاته كتير جدا. عشان كده شفنا في فرح ابنه أنسي أشهر الشخصيات في مصر والعالم كله زي مجدي يعقوب وأغلب الوزراء وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. والفرح اتعمل تحديدا في منطقة عروض الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة، واللي سبق وحصل نجيب ساويرس على حقوق تطويرها بالاتفاق مع الحكومة. ولغاية دلوقتي لسه تكلفة الفرح سر، بس في تقارير اتكلمت عن ملايين، لكن طبعا ما وصلتش للمليارات. انتم بقى فرحكم كلف كام؟